التشبيه، مفهوم التشبيه، أركان التشبيه، أنواع التشبيه، سر جمال التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء المشبه أو المشبه به شاركت غيرها في صفة أو أكثر. وجه الشبه بأداة تشبيه ملفوظة أو ملحوظة، وله 4 أركان. خالد كالأسد في الشجاعة. خالد كالأسد في الشجاعة. أركان التشبيه: المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. محمد كالصقر في البراعة. محمد هو المشبه، والصقر والمشبه به، والكاف هي أداة التشبيه، والبراعة هي وجه الشبه. زيد كالجمل في الصبر. زيد هو المشبه، والجمل هو المشبه به، والكاف هي أداة التشبيه، ووجه الشبه هو الصبر. أداة التشبيه قد تكون اسما، قد تكون اسم مثل مشابه، مماثل، شبيه، نظير، مثيل. قد تكون فعل مثل يماثل، يحاكي، يناظر، يشبه، يضارع. قد تكون حرفا كالكافي أو كأن. كأن الجندي أسد في الشجاعة. الجندي والمشبه، والأسد والمشبه به، وأداة التشبيه كأن، ووجه الشبه هو الشجاعة. أنواع التشبيه: قد يكون التشبيه مفصلا أو مجملا أو بليغا أو تمثيليا أو ضمنيا. مفصلا ويذكر فيه أركان التشبيه 4: الجندي كالأسد في الشجاعة، المشبه والمشبه به وأداة التشبيه. الجندي هو المشبه، والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، والشجاعة هي وجه الشبه. مجملا ما حذف منه أحد أمرين: وجه الشبه أو أداة التشبيه. هذا هو التشبيه المجمل. نقول الجندي كالأسد. الجندي المشبه، والأسد المشبه به، وأداة التشبيه هي كاف. كالأسد، الجندي كالأسد. وحذف وجه الشبه. الجندي المشبه، أداة التشبيه محذوفة، أسد في الشجاعة. الجندي أسد في الشجاعة. الجندي أسد في الشجاعة. وحذفت ما حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه نسميه البليغ أو التشبيه البليغ. نقول الجندي أسد، مشبه والمشبه به، ونحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. الجندي أسد. البليغ يأتي على عدة صور. التشبيه البليغ قد يكون مبتدأ وخبرا، مثل الصبر كنز. الصبر والمشبه، والكنز هو المشبه به. الصبر كنز، مبتدأ وخبر. قد يكون حال وصاحبها. هجم الجندي على العدو أسدا. هذا تشبيه بليغ. المشبه والجندي وأسدا مشبه. التشبيه البليغ قد يكون مفعولا مطلقا مبينا للنوع. أسرع الحصان إسراع الطائر. الحصان هو المشبه، والطائر هو المشبه به. أسرع الحصان إسراع الطائر. إضافة المشبه للمشبه به: من أرض مصر ظهر مصباح الحضارة. قد يأتي التشبيه البليغ بإضافة المشبه للمشبه به. من أرض مصر ظهر مصباح الحضارة. ما كان عليه الشبه فيه صورة مركبة منتزعة من عدة صفات. هذا هو التمثيلي. عدة صفات تجتمع. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يشبه الكفار، أعمال الكفار، بأنها رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قد يكون التشبيه ضمنيا، يفهم من مضمون الكلام ولا يصرح به، لا يصرح فيه بالمشبه والمشبه به. الشطر الثاني غالبا يكون حكمة أو يقارن بين حالين، مثل قول الشاعر: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. سر جمال التشبيه يكون تشخيصا، مثل تشبيه غير العاقل بالعاقل. تقول الكتاب صديقي. الكتاب مشبه غير عاقل، وصديقي مشبه به عاقل. قد يكون التجسيم تشبيه المعنوي بالمحسوس، مثل العلم نور. العلم مشبه معنوي، ونور مشبه به محسوس. التوضيح مثل تشبيه المحسوس بالمحسوس. وجه الفتاة قمر. المشبه به محسوس، والقمر مشبه به محسوس. التوضيح تشبيه المعنوي بالمعنوي. السلام أمل،
مشبه به معنوي ومشبه به معنوي. قد يكون تجسيم أو توضيح أو تمثيل.